لو جيت سالتني وقلت لي مين هيكون مهاجم الزمالك ماتش القمه، هقول لكم بدون تردد مين؟ وديع دباغ، لان هو من اول الدوري هو بيلعب مع الزمالك. لكن لو جيت سالتني وقلت لي يا حجازي مين عايز يكون مهاجم الزمالك ماتش القمه، هقول لكم مين؟ عمرو ناصر. عمرو ناصر بالنسبه لي مهاجم صندوق حرامي. يعني ايه حرامي؟ يسرق المدافعين من القريبه ومن البعيده، بيخطف في المدافعين معاه. مهاجم محدش يعرف تحركاته، مهاجم وجه جديد بالنسبه للمدافعين بتوع الاهلي. محدش يعرف تحركاته، محدش يعرف يعمل ايه. مهاجم هيدر سريع، قوي، بيلتحم، عفرجي. مهاجم عفرجي. ده اللي يفرق عن وداد الدباغ. وداد الدباغ بالنسبه لي مهاجم مخشب، مهاجم اي مدافع خلقه ربنا عادي جدا، سهل عليه يعمل عليه ماتش كبير، يمسكه بسهوله جدا جدا. مهاجم مخشب، مهاجم ما يعرفش تحركاته مش حلوه، مهاجم لمسه الاخير عنده مش حلوه. عنده كذا حاجه. من اول ما شفته بيلعب قلت عليه ما ينفعش هو مهاجم الزمالك اساسي خالص خالص. هو بيجتهد، بيحاول، بيجري، بيسعى، جاب جون في الماتش الاخير بتاع الجونه، بس برضه بالنسبه لي مش شايف مهاجم الزمالك. ما ينفعش